أنا عارف إنك ممكن تكون خايف من المستقبل، ده شيء طبيعي، بس مش عشان أنت خايف من المستقبل ما تتحركش. المستقبل ده مش بتاعك، النتيجة مش بتاعتك، النتيجة دي بتاعت ربنا. أنت عليك إنك تتعب بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم يا جدعان، وهو إزاي ننجح ونحقق الهدف. نحقق الهدف مش الحلم. طبعا في ناس كتير أوي تقول لك أنا عندي حلم ومش عارف إيه، أنا عايز أوصل لحلمي. يا جماعة مفيش حاجة اسمها حلم يتحقق. يعني ما فيش أنا عندي حلم، أنا هوصل لحلمي. الحلم ما بيتحققش. ما فيش حاجة اسمها حلم بيتحقق يا جماعة. يعني حول حلمك من حلم الهدف يتحقق، ده طبيعي. لكن مش الطبيعي إن الحلم يتحقق. تمام، دي أول نقطة. تاني نقطة، يعني إيه النجاح؟ يعني إيه أقدر أقول إن أنا نجحت؟ إن أنا نجحت يعني وصلت، أصبت الهدف بتاعي. أصبت الهدف بتاعي اللي هو أنا وصلت للهدف اللي أنا عايزه. يعني كل واحد فينا نجاح مختلف عن التاني، ده طبيعي. كل واحد فينا عنده هدف مختلف. يعني كل واحد فينا نجاح مختلف عن التاني. يعني في واحد عايز يبقى مليونير، أول ما بقى مليونير خلاص هو نجح، وصل لهدفه. في واحد عايز يخش كلية طب أو كلية هندسة، وبكده يكون هو وصل لهدفه، كده يكون هو نجح. فالنجاح عندنا مختلف عند كل واحد فينا. عايزين بقى نشرح 3 أصناف من الناس. في شخص يقولك أنا ما عنديش أهداف، وفي شخص يقولك أنا عندي أهداف بس مش بشتغل عليها. في شخص عنده أهداف وبيشتغل عليها، ده طبيعي. تعالى الأول شخص اللي هو ما عندوش أهداف. يا جماعة هو فعلا في ناس عايشة معانا على الكوكب ما عندهاش أهداف. يعني في ناس حياتهم بس اللي هو آكل وأشرب وأنام بس. مش عايز مش ع ما عندوش أي هدف إزاي؟ أنا مش متخيّل، يعني هو أصلًا ما ينفعش شخص يعيش من غير هدف. إحنا عايشين عشان نحقق في الأهداف. إزاي شخص ممكن يعيش يا جماعة من غير هدف؟ والشخص التاني يكون عنده أهداف بس مش بيحققها. طب مش بتحققها ليه؟ يقول لك أنا أصلي باشتغل على أهدافي ومش باوصل. طب مش بتوصل ليه؟ يقول لك باحط target على مدار الشهر أو على مدار السنة ومش باوصل. ما أنت عشان مش بتحط أهداف واقعية. أنت مش بتحط أهداف واقعية. حط هدف واقعي وحققه. الشخص التالت طبعا اللي مش بيستسلم واللي بيفضل بيقاوح ويحاول لحد ما يوصل لهدفه. خلينا نقول إن أنت لازم إن يكون عندك هدف واحد بس تركز عليه، وهو ده يكون الهدف الأكبر، وتحتيه أهداف صغيرة بتوصلك للهدف ده. ولازم الهدف الكبير ده عشان تشتغل عليه تحط وقت. أنت هتوصل للهدف ده على مدار قد إيه؟ تحط تارجت مثلا لو أنت عايز تبقى مليونير. ليه بقى أنا بقولك حط هدف كبير؟ هدف كبير علشان لو ما وصلتش للهدف الكبير توصل لأقل منه شوية، لتحت منه شوية. الحاجة اللي أنا عايز أقولها لك بعد كده، اوعى تستسلم. يا جماعة الطريق اللي أنت بدأته كمله، ما تستسلمش لو حصل إيه. اوعى تستسلم لأنك أنت ممكن يبقى فاضل لك تكة وتوصل. ممكن يبقى فاضل لك تكة على الهدف وتوصل. المحاولة بعد فشل. حاول تاني، حتى لو فشلت حاول تاني. اوعى تنسى ان الفشل خلطة من خلطات النجاح. في حاجة تانية يا جماعة عايز اقول لكم عليها، وهي الاستمرارية. الاستمرارية في اي حتة تخليك نمبر 1. الاستمرارية هي سر النجاح. عارف ان ممكن يجي عليك وقت تريح تحس ان انت مش عايز تشتغل على هدفك. لازم تشتغل وانت مش متحفز، بس هيجيلك وقت وتحس ان انت ملكش نفس، عايز تريح. ده طبيعي. وانت لازم تريح وتريح اعصابك وتريح نفسك. بس نصيحة مني، ما تخليش الفترة دي تطول. استمر وكمل وما تخليش حاجة تعطلك. نواصل على الطريق وصل. طول ما انت ماشي هتوصل، كده كده خدت فيها شهر خدت فيها سنة هتوصل. انا عارف انك ممكن تكون خايف من المستقبل، ده شيء طبيعي. بس مش عشان انت خايف من المستقبل ما تتحركش. المستقبل ده مش بتاعك، النتيجة مش بتاعتك، النتيجة دي بتاعت ربنا. انت عليك انك تتعب بس وما تخافش من النتيجة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولا تيأسوا من روح الله. في ناس تقولك أنا تعبت وعملت واشتغلت على نفسي كتير وبرضه ما وصلتش. ما يمكن ده مش وقته. مش كل حاجة تعرفها يا جماعة. ما تعودش نفسك إن كل حاجة أنت تعرفها. في حاجات كتير أوي أنت تجهلها وما تعرفش عنها حاجة. ربك عارف إمتى الوقت اللي أنت لازم تنجح فيه. أنت عليك بس إنك تكافح وتصبر. النجاح مش سهل يا جماعة. لو النجاح سهل كانت الدنيا كلها نجحت. طبعا عليك بالدعاء، لازم تدعي يا جماعة، لازم تدعي. أنت لازم تشتغل على نفسك وبعدين الدعاء. وبعدين سيقضي الله لك أمرا كنت تحسبه مستحيلا. وكل مر سوف يمر وهتنجح. بعد كده تفتكر الأيام دي، بس أنت لازم تشتغل على نفسك، لازم. مفيش حد بيوصل يا جماعة من غير ما يشتغل على نفسه، من غير ما يتعب. مش هتبقى قاعد مكانك وعايز اللي يشتغل بدالك، مش هينفع، لازم تتحرك. لازم تتحرك. الحاجة اللي أنا عايز أتكلم فيها بعد كده اللي هي التشتت يا جماعة.
يا جماعة الإنسان اللي متشتت في حياته عمره ما هيوصل لحاجة. طول ما أنت متشتت ومش عارف أنت عايز إيه ومش عارف أنت واصل لحد فين وعايشها وخلاص، مش هينفع. مش هينفع تكون متشتت كده في حياتك، لازم أن تركز شوية على حياتك. أصل أنا عايز أقول لك حاجة، من غير النجاح أنت مش هتبقى مستريح. من غير ما توصل لهدف كبير يريح مستقبلك فيما بعد، صدقني مش هتستريح. قوم اشتغل على نفسك عشانك أنت، قوم محارب عشانك، قوم عشان ما تندمش بعدين، قوم عشان نفسك المستقبلية. متقعدش تضيع في الوقت وطول الوقت تشكي همومك لده وتشكي همومك لده. محدش هينفعك ومش هتستفاد حاجة لما انت تشكي همومك لحد. اشتغل على نفسك وانجح، وبعد ما تنجح هتلاقي الناس هي اللي عايزة تعرف انت نجحت ازاي وايه المعاناة اللي قابلتك في طريقك. متبقاش حياتك كلها سوشيال ميديا وتضيع وقتك على الأخبار اللي ملهاش أي لازمة. متقعدش تسوف طول الوقت. سيبك من السوشيال ميديا ومواقع التواصل وركز على نفسك وعلى هدفك. حاجة بقى أنا عايز أقولها وعايزكم تركزوا عليها، أول نقطة دي. اللي عايز يوصل للهدف يا جماعة لازم يكون عنده صدق للهدف ده. لازم يكون صادق فعلا في هدفه. مش والله انا عندي هدف بس ما بشتغلش عليه راكنه على الرف، لا مش هينفع. عشان كده لما بتحط اهداف كبيرة ربنا بيختبرك بحاجات صغيرة توقعك. فلو انت نجحت في الاختبار فعلا يبقى انت كده هتوصل. لكن لما انت تلاقي عقبات قابلتك في طريقك، ربنا بيختبرك بمدى صدقك للحاجة دي. لو انت قابلتك عقبات في طريقك واستسلمت وريحت، يبقى انت كده فعلا ما عندكش صدق للهدف ده. في اي وقت هتسيبه. يبقى انت كده ما عندكش هدف، يبقى انت كده مش صادق في هدفك. دايما خليك فاكر هدفك وحطه في دماغك وبتفكر فيه دايما. انت اللي بتختار مستقبلك يكون فاشل ولا ناجح. تخلي بالك الموضوع مش سهل. لازم دايما تطور من تفكيرك وتطور من نفسك علشان تبقى سابق الكل. فشل كتير بس اللي احنا محتاجينه ان احنا ننجح مرة واحدة بس فعلا. كل حاجة بتبدأ بفكرة، والفكرة دي بتتطور وبتبقى حاجة على الواقع. المشاريع الكبيرة اللي انت شايفها دي بدأت بفكرة. تشتغل على نفسك وما تستسلمش وهتوصل للهدف. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنوني الفيديو الجاي.